كنت واقف بتفرج على طفل بيبيع عصير في الشارع والناس بتجري عليه كأنه بيوزع دهب. كل اللي حواليه بياعين ومحلات وبراندات مشهورة، بس محدش واقف عندهم. الناس كلها راحت للطفل ده. أنا قلت اشمعنى الطفل ده؟ بسبب ضحكته وأسلوبه والجملة اللي كاتبها على اليافطة: اشرب ده وارجع اضحك من قلبك. كان بيبيع عصير، بس الحقيقة هو ما كانش بيبيع عصير، كان بيبيع لحظة راحة في وسط دوشة اليوم. كان بيبيع إحساس، والناس كانت بتشتري لأن الإحساس ده لقوه مبسوط وبكل رضا، وبيوصلوا له ويقولوا له خد فلوسي. ساعتها بس افتكرت قصة راجل تاني بدأ أسوأ من كده بمراحل. كان مفلس ومطرود والناس كانت بتسخر منه، بس النهاردة اسمه مكتوب في موسوعة جينيس كأعظم بائع في التاريخ. وده اللي هنحكيه النهارده، قصة جو جيرارد. في حي شعبي فقير في مدينة دوتريات في أمريكا اتولد جو جيرارد في بيت متهالك. أب عنيف وأم بتكافح عشان تأكل ولادها. طفولته ما فيهاش لعب ولا ذكريات حلوة، كلها خوف وصوت شتيمة ومعدة فاضية. كان حلمه بس ينام وهو شبعان، لكن الأسوأ إنه كان بيتعامل من صغره على إنه فاشل. مدرسينه قالوا عليه غبي، واصحابه قالوا عليه مش نافع، حتى ابوه كان بيقول له عمرك ما هتعمل حاجة في حياتك. كبر جو وسط الكلام السلبي ده، وكان لازم يشتغل بدري عشان يساعد في مصاريف البيت. اشتغل مسح أحذية وبائع صحف وبناء في مواقع التشييد، وفي كل وظيفة كان بيطرد لحد ما وصل سن 35 سنة ومعهوش ولا دولار، ومعاه شهادة واحدة بس: إنك مرفوض. وفي يوم كان ماشي حافي تقريبا مش لاقي ياكل ولا عارف يشتغل، رجله بتنزف وقلبه بينهار وهو واقف قدام معرض عربيات. شاف الناس داخلة طالعة وناس بتشتري وناس بتضحك، وقال لنفسه: ليه أنا دايما بره الصورة؟ ليه أنا اللي محدش بيديني فرصة؟ وبدون أي ترتيب دخل المعرض وطلب شغل من المدير. ضحك المدير في وشه وقال له: يعني انت فاكر نفسك هتبيع؟ انت لسه طالع من الشارع يا ابني. بس جو ما استناش وقال له: اديني بس فرصة واحدة، اسبوع واحد، حتى لو فشلت اطردني زي غيري. وافق المدير بس ما كانش مقتنع انه هيفشل. دخل جو اول يوم شغل ومش عارف يقول ايه للزبون ولا حتى فاهم في العربيات، لكن كان عنده حاجة واحدة بس، وهي حبه للناس. شاف واحدة ست كبيرة داخلة شكلها بسيط، كل البياعين اللي حواليه تجاهلوها، لكن جو راح لها بلطف وابتسم وسألها: تحب أساعدك؟ الست ابتسمت وحكت له إنها بتدور على عربية لابنها. جو سمعها ما قطعهاش، ما جربش يبيع، بس سألها: إيه أكتر حاجة تهمك في العربية؟ قالت: الأمان، لأن ابني غالي عليا. جو قال لها: العربية دي مصممة عشان قلب الأم يرتاح. وإيه اللي حصل؟ اشترت العربية فعلا. بعد ما خلصت وقبل ما تمشي قالت له: أنا دخلت المعرض ده والكل شافني زبونة فقيرة، أنت الوحيد اللي شفتني إنسانة. الجملة دي غيرت حياته تماما، ومن اليوم ده بدأ جو يغير مفهوم البيع. بدأ يكتب أسماء الزباين، يعيد التواصل معاهم، يبعت لهم بطاقات تهنئة ورسائل شخصية. كان بيخلي كل زبون يحسوا إنه مش رقم لكنه إنسان مهم. وفي خلال سنة بقى بيبيع أكتر من أي حد في المعرض. كل الناس كانت بتسأل: أنت بتعمل إيه؟ كان بيرد بكلمة واحدة: أنا ما ببيعش عربيات، أنا ببيع راحة بال. بس مشي الطريق ما كانش سهل، كان فيه شكوك وانتقادات وسخرية، وزمايله كان بيحاولوا يوقعوه بس هو ما كانش بيرد. كان شغله هو الرد الوحيد على أي انتقادات من كل الناس اللي حواليه. وفي 1973 دخل جو جيرارد موسوعة جينيس كأكتر شخص باع سيارات فردية في التاريخ. وفي كتابه الشهير كيف تبيع أي شيء لأي إنسان قال: الناس بتشتري منك لما تحس إنك بتفهمها أكتر ما بتفهم نفسك. وده كان سره الحقيقي،
البيع مش مهارة، مش لباقة، مش فهلوة. البيع هو إنك تفهم الإنسان اللي قدامك، تفهم خوفه، أمله، ألمه، حلمه، وتوصل له إن المنتج اللي معاك هو المفتاح اللي هيريحه من جواه. دلوقتي أنت شايف نفسك فين؟ هل أنت الشخص اللي مستني فرصة ولا اللي هيخلق الفرصة بإيده؟ هل هتفضل تقول مش لاقي شغل ولا هتقوم تقول أنا هبدأ حتى من الصفر، حتى من التراب، حتى لو الناس بتضحك عليا؟ زي ما الطفل باع العصير بابتسامة، وزي ما جو جيرارد باع عربيات من الشارع للقمة، انت كمان تقدر. بس اول خطوة افهم الناس قبل ما تحاول تبيع لهم. الفيديو ده هو البداية. في الحلقات الجاية هنعرف ازاي تبيع اول حاجة في حياتك حتى لو عمرك ما بعت قبل كده. ازاي تحول الرفض لقبول، واللأ لنعم، والزبون لعميل دائم. بس دلوقتي جاوبني بصراحة، انت مستعد تبدأ من الصفر عشان توصل للرقم ده ولا لأ؟ اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر موقف حسيت فيه انك كنت بره اللعبة، وازاي ناوي تبدأ تغير ده من النهاردة. وما تنساش تشترك في قناة عبر وكتب.